موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما
أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتقبل التوبة وتغفر الذنب العظيم
وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما عافيتنا، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان، ولك الحمد بختم القرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا. أطعمتنا من الطعام وسقيتنا من الشراب وكسوتنا من العري وهديتنا من الضلالة وبصرتنا من العماية وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد، كما ينبغي لعظيم وجهك، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نحمدك حمد ملائكتك المقربين، اللهم إنا نحمدك حمد ملائكتك المقربين وحمد عبادك الصالحين. لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من واليت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما
قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده. اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم وألزم قلوبنا حفظ كتابك. اللهم وألزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا ويسر الهدى لنا. اللهم وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم وأحينا على كلمة التوحيد. اللهم وأحينا على كلمة التوحيد وأمتنا فيها يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الفهم عن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين، واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا في الجنة جواره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله وبحمده. لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه من إله يجيب سؤالا ويبلغ آمالا، الكريم الذي لا يبخل، والحليم الذي لا يعجل. آوانا وكفانا، أعطانا من كل ما سألناه، فله الحمد على ما هدانا، فله الحمد على ما هدانا، وله الشكر على ما آوانا. لا يضل ولا ينسى. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، والشر ليس إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.
الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده والملائكة من خشيته مشفقون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون لا يزول ولا يفنى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى ذل كل شيء لعظمته وانقاد كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بعذابك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من رآنا على المعاصي ولم يفضحنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب ندعوك دعاء من خضعت لك رقابته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من سائل فأعطيه هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك وأحوالنا لا تخفى عليك إليك نرفع أيدينا نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه جئنا ببابك واقفين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله
ببابك تائبين فتب علينا يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما جعلناه لك على نفوسنا فلم نوف لك به، ونستغفرك مما زعمنا أننا أردنا به وجهك فخالط قلوبنا ما قد علمت. اللهم إنا نستغفرك للنعم التي أنعمنا. اللهم إنا نستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولا حول لا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا البيت المبارك وفي هذه الساعة المباركة بقلوب منكسرة وأيد مرتفعة ورقاب خاضعة نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم وأعتق رقابنا من النار. اللهم وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم واكتبنا في من وفق لقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء
والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وخص منهم الآباء والأمهات. اللهم وأنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، اللهم واجعل قبورهم روضات من رياض الجنان. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الساعة من الآمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين يا رب العالمين. اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية ومتعه متاع الصالحين. اللهم وأمد في عمره على طاعتك، اللهم وأمد في عمره على طاعتك، اللهم وأمد في عمره على طاعتك. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، وجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية، اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية قد واراهم التراب، اللهم تجاوز عنهم يا كريم. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل، اللهم وثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل. اللهم واجعلنا برحمتك ممن ينادي رب أقم الساعة. اللهم واكتبنا واجعلنا ممن ينادي رب أقم الساعة. اللهم إنا نسألك أن تيمن كتابنا إذا الصحف نشرت، اللهم يمن كتابنا إذا الصحف نشرت، ونسألك أن تعيذنا من النار إذا النار سعرت، وأن تدخلنا الجنة إذا الجنة أزلفت. اللهم واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم واجعلنا ممن تحشرهم يوم القيامة وفدا. اللهم إنا نسألك الأمن يوم العبور على الصراط. اللهم واحشرنا في زمرة المتقين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن لنا أحبابا مرضى على أسرتهم أو في دورهم، اللهم فانزل عليهم عافيتك واشفهم واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عزبا إلا زوجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا مسحورا أو معيونا إلا
ولا أسيرا إلا فككته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك لنسائنا وأخواتنا وأمهاتنا أن ترحمهم. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزقهم العفاف والطهر والحشمة والحياء. اللهم واستر عليهن في غدوهن ورواحهن ومنقلبهن. اللهم واحفظهن واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات ولسنة نبيك متبعات وبالصحابيات مقتديات. وارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والزوج الصالح والولد البار. اللهم رحماك باليتامى والمحتاجين. اللهم رحماك باليتامى والمحتاجين. اللهم رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا. اللهم واصلح ذرياتنا. اللهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم واجعلهم متمسكين بدينك على الوجه الذي يرضيك عنهم. اللهم من كان من أولادنا عاقا لوالديه اللهم فمن عليه بتوبة عاجلة. اللهم وأقر عيون والديه بصلاحه يا رب العالمين. اللهم رد كل غائب على والديه وأقر أعينهما برؤيته سالما معافى. اللهم واحفظ أبناءنا وبناتنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم. اللهم من ابتلي من شبابنا بالأفكار الضالة المنحرفة اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم وأره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم واصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. اللهم واصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. اللهم واجعلها وأهلها داعين للخير والرشاد على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم واحفظ علماء المسلمين وأيدهم بتأييدك وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على منهج سلف هذه الأمة الصالحين. اللهم واجمع كلمة المسلمين واكفهم شر التنازع والاختلاف والتفرق يا رب العالمين. اللهم وابرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمرنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا وأنفسنا بسوء اللهم فاجعل كيده في نحره. اللهم فاجعل كيده في نحره. اللهم واجعل كيده تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من شره وندرأ بك في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقه في هداك. اللهم وأيده بتأييدك. اللهم وفقه بتوفيقك. اللهم وأعل به دينك.
دينك. اللهم واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم واحفظ بلادنا، اللهم واحفظ هذه البلاد واحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وطمأنينتها ورخاءها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم إنك ترى الظالمين وما وتعلم سرهم وما يكنون وتعلم علانيتهم وما يبطلون. إلهنا وربنا طال ليل الظالمين وامتد عداء المعتدين. اللهم وعليك بكل من طغى وبغى، اللهم وعليك بكل من طغى وبغى وتجبر واعتدى. اللهم وقاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم. اللهم وأبدل أمنهم خوفا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا وعزهم ذلا. اللهم وأرنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وأمية بن خلف. اللهم وكن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم واقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم وارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في الصومال. اللهم وارحم إخواننا في الصومال. اللهم وأغثهم. اللهم وفرج همهم ونفس كربهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم واروِ ظمآهم واكس عاريهم. اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية. اللهم وأنقذ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين. اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ثبتهم بالإيمان وقوهم بالإحسان وقيض لهم يدا من الحق حانية. اللهم واصلح إخواننا في تونس ومصر. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم وفقهم للحكم بشريعتك وتطبيق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات في هذا الجامع واجزهم عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم وارحم من بنى هذا الجامع وزوجه. اللهم ارحم من بنى هذا الجامع وارحم زوجه. اللهم وارفع درجتهم في عليين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. اللهم
اللهم واكتب أجر كل من بذل أو قدم شيئا لخدمة المصلين والمصليات في هذا الجامع. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفران. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك، وجد علينا بأفضل الحظوظ من رضوانك، وجد علينا بأفضل الحظوظ من رضوانك. اللهم ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا. اللهم ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا. اللهم ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تكتبنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان. اللهم وثبتنا على طاعتك ودينك بعد رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، اللهم فأحسن الخلافة على باقينا. اللهم فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. اللهم آت كل سائل منا مراده، وأعطنا الحسنى وزيادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.